واحد دخل على إمام مسجد، تمام؟ أول ما دخل على إمام المسجد طلب إمام المسجد كلمة، قال أبغى ألقي عندك كلمة. الإمام طالع فيه، طبعا الآدمي ما هو مظبوط، ثيابه محرقة وأصابعه سود، والرجال هيئته ما هي هيئة واحد يلقي محاضر. قال الشيخ طيب مين معايا عشان أنا أخليك تلقي كلمة؟ قال ما عرفتني؟ قال لا والله ما عرفتك يا أخي. قال معك موسى عليه السلام. طبعا الإمام شافه كده انفجع، قال الله يفكنا من شره ذا، إيش نبغى؟ المهم قال طيب أنا أعرف إن كل نبي عنده معجزة، أعطيني معجزة الآن أنا أخليك تلقي كلمة. المهم الإمام قال للإمام اختار أي معجزة تبغاها أنا بإذن الله أسويها لك. الإمام طالع فوق في لمبة مطفية زي دي، قال الإمام أبغاك تشغل لي اللمبة دي. طالع في اللمبة كده المحشش، طل في الإمام قال أقول لك أنا قلت لك إمام مو كهربائي، فوق يا حبيبي خليني ألقي كلمة. وترى أئمة المساجد والله العظيم ترى يلقوا معاناة. أنا في المسجد حقي يوم من الأيام كنت أخطب جمعة عن فرعون وأذية فرعون لموسى عليه السلام. فرعون إنه طغى تكبر وتجبر على الله. في واحد مصري جزاه الله خير في المسجد سوي كذا، يا الله ليش؟ زعلان ليش أتكلم على فرعون؟ المهم بعد الخطبة جاني قال شيخ وليد تعال. قلت نعم. قال لي شيخ وليد والله بقالي 15 سنة في السعودية، فرعون طلع فرعون نزل، فرعون أكل فرعون شرب، ما فيش أبو جهل ولا عشانه سعودي مش عايزين تتكلموا عليه؟ قلت أوريك في أبو جهل بإذن الله الجمعة الجاية، أوريك في أبو جهل والله، وجيب خطبة عن غزوة بدر وأتكلم عن أبو جهل. أبو جهل هذا الله، هذا رسول الله، جاءه عبد الله بن مسعود وقطع عنقه وجره وأتى به بين يدي رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام يا ابن مسعود. طبعا المصري في المسجد صوت، ليش؟ عشان قاعدين نتكلم عن أبو جهل. فقال يا ابن مسعود من هذا؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. قال الله هذا أبو جهل؟ قال هذا أبو جهل يا رسول الله. فسجد سجود شكر لله وقال فرعون هذه الأمة. المهم بعد الخطبة قلت بسلم منه، جاء مسكني قال لي يا شيخ وليد هو فرعون ورانا لازم في كل خطبة في السعودية فرعون فرعون فرعون؟